يا مساء الفل حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وكلنا طيبين. كعاده كل سنه بحب جدا اخلل معاكم الفسيخ. بيجيلي اسئله كتير قوي. يا فيفا احنا عملنا الفسيخ مش عارفين نشيله ازاي. يا فيفا احنا بنسيبه وهو بيتصفى جوه التلاجة ولا بره التلاجة. يا فيفا احنا بنفصله بنقعده كام يوم، حجم السمكيه. كل الكلام ده هنقوله في الفيديو بتاع النهارده. طيب اول حاجه انا بحب اجيب السمك قد بعضه بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. بعمل ايه؟ اول حاجه بجيب السمك عندي بغسله من الخياشيم كويس جدا جدا، وبغسله هو شخصيا. طيب انا السنه دي عملت ايه؟ شلت الخياشيم. قلت انا كل سنه اغسلها وانضفها كويس جدا واقعد احشي مناديل عشان انزل ميه بتاعتها. طب ما اشيلها خالص واحشي مكانها ايه؟ احشي مكانها التتبيله والملح والشطه والحاجات دي كلها اللي هي هتخلي لي البوري. طيب غسلته كويس جدا، شلت الخياشيم تمام، بصفيه في مصفى يكون وشه لتحت بالشكل ده. اوكي تمام. وبعدين طبعا وانا سايباه علشان يتصفى ما بحطهوش بره التلاجة. لو سيبناه بره التلاجة هيتحلل. امال احنا بنعمل ايه في الفسيخ؟ لا احنا بنخلله. يا جماعه في فرق كبير ما بين التحلل والتخليل. فانا بخلله، فلازم احافظ على بيئته انها ما تلقطش اي حاجه غير مقبوله. فبصفيه كده في مصفى وبوقفه بالشكل ده في مصفى لحد ما يتصفى. تقريبا بياخد له يوم. طيب تاني يوم هعمل ايه؟ هروح مطلعاه ومنشفاه كويس جدا. وكمان بصوا اهو حاطه هنا مناديل في الخياشيم علشان اصفي اي ميه موجوده. خلاص طيب. وبعدين هروح جايباه بقى. تعالى اقول لكم المقادير بتاعتي. عندي هنا يا جماعه ملح الهيمالايا، بجيبه من اي عطار، سعره في متناول الجميع، مش غالي خالص. طيب ليه يا فيفا ملح الهيمالايا مش الملح الخشن اللي احنا متعودين عليه؟ ملح الهيمالايا يا جماعه بيظبط لي ملحه قوي. بصوا احلى فسيخ خللته ودقته وكان ملحه مظبوط هو ملح الهيمالايا. طيب هجيب بقى ملح الهيمالايا واحطه عندي كده اهو. وبعدين عندي هنا قرون شطه اسواني اهي، شايفينها؟ هبدا ان انا انا عايزاها خشنه عادي جدا، هعملها بايدي كده. عندي شطه ناعمه اهي. هنا بقى هحط نص معلقه صغيره من الكركم، حاجه لا تذكر اهي. بصوا حاجه لا تذكر. طب ده ليه؟ ده لون. بحط بابريكا ليه؟ لون. بحط شطه ليه؟ طبعا طعم. واقلب كل ده كويس جدا. هعمل ايه بقى؟ هجيب عندي اهو السمكيه واحشيها بالشكل ده. بحشي خياشمها كويس جدا، بملاها على اخرها كده. لازم املاها كويس جدا. شايفينها مليانه ازاي كده اهو. هخلص بقى الكميه كلها بالشكل ده وارجع لكم نشوف ازاي هنعزله تماما عن الهواء علشان يتخلل بطريقه امنه جدا وناكله واحنا مطمنين. بعد ما خلصت كل الكميه حشيت الخياشيم كويس جدا. محدش يقول لي قد ايه، انا بحشي يا جماعه ولسه هحط عليها تاني. وهامله كمان عندي الاسترتش راب كل اللي انا حطاه ده اللي هو الملح والشطه والبابريكا والحاجات دي كلها، لان ده هو اللي بيخلله. جيب الاسترتش راب اللي انا بعتمد عليه جدا في تخليل الفسيخ لانه بيعزله تماما عن الهواء والتفاعل مع البكتيريا اهو. نعمله كده خلاص اهو. بحط هنا واحده. بصوا بقى انا عشان عايزه اخلله بسرعه فهدوس عليه كده واعمل له زي مساج. الحركه دي نسيت اقولها لكم بس انا دايسه عليه اهو وعامله له زي مساج كده. ممكن اروح كده من هنا علشان يتخلل معايا في اسرع وقت. اوكي هقول لكم هفتح عليه امتى وكمان هنفتح عليه مع بعض. بصوا انا حطيت هنا الفسيخيه، اروح واخده الخلطه دي واروح حطها كده كمان واقلبها اهو كده على الفسيخ اهو او البوري عشان هو لسه ما اتحولش فسيخ اهو. وبعدين اروح قافله عليها كده واروح قطع كده. انا هاخد تاني يعني واروح قافله كده تمام. واروح قافله كده اهو بالشكل ده خلاص. وبعدين الفها مره والتانيه والتالته كده وابرم بقى. استنوا اعملها كده عشان تبقى اسهل بالنسبه لي اهي كده. ابرم شايفين؟ وبعدين احب اروح قلبها كده وعامله كده برضه اهو
خلاص شكرا. واروح قافله عليها كده. بصوا خلاص هي ما بتنزلش اي حاجه خلاص، لا من الناحيه دي ولا من الناحيه دي، ده كله بقى زيادات وانا بلفها. هي كده اتفصلت تماما عن ايه، عن الهواء. تعالوا بقى اقول لكم هعمل ايه. بصوا بقى هجيب برطمان ياخد او علبه كبيره كده تاخد الكميه كلها عندي، واحط كيسين اهم جوه بعض. تمام اهو، كيس وكيس. وبعدين هجيب كل السمكات اللي انا عملتها واوقفها بالشكل ده، راسها لتحت وديلها فوق، راسها لتحت وديلها فوق اهو. وهقفلاه كويس قوي عليه. وكمان الكيس التاني اقفل كويس جدا. وكمان عندي اكياس هحط فيها برضو كيسين 3 4 مهم جدا. ومهم جدا هو ما يكونش التلاجة يا جماعه، ده لو دخل التلاجة هو مش هيتخلل خلاص. احنا دلوقتي بنخلله، التخليل بيتم بره التلاجة في درجه حراره ايه، المطبخ والغرفه ودرجه حراره الجو الطبيعيه. طيب خلاص المده بتاعته خلصت، انا عايزه اطلعه بس مش عايزه افتحه، مش عايزه انضفه دلوقتي. هعمل ايه، هطلعه من كل الاكياس اللي هو فيها، وبعدين احطه في كيس تاني وعلى الفريزر. الفسيخ ما يتسابش في التلاجة. فانا طيب اخرجه بقى، اسيبه يفك خالص، وبعدين ابدا افتحه في الوقت اللي انا عايزه اكل فيه الفسيخ. كده احنا نكون خليناه بطريقه امنه جدا جدا. تخيلوا انا جايبه الكيلو تقريبا ب 200 وكسر. تخيلوا احنا لو حبينا نشتريه بقى وهو متخلل وهو فيه سيخ، مش هنلاقيه اقل من 500 600 جنيه دلوقتي. لكن انتوا هتعملوه بطريقه امنه جدا، الملح هيكون مظبوط جدا، المده هتكون مظبوطه جدا جدا جدا، هتاكلوا فيه وتشبعوا وتدعوا لي. بحبكم من كل قلبي، كل سنه وكلنا طيبين. لو حد عنده اي سؤال يقدر يكتب تحت الفيديو، وطبعا هطلب منكم ان لو عجبكم الفيديو ان انتوا تعملوا له شير، طبعا تمسوا عليا تصبحوا عليا يعني وقت ما انتوا تكونوا فاضيين. واكيد اكيد هستنى منكم كلمه حلوه. بحبكم من كل قلبي. باي باي بالفسيخ.